إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، بدأت أشهر الحج، وسمعنا هذه التلبية المباركة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات ربانية عظيمة تحرك الأحاسيس والمشاعر. ما إن يسمع المرء هذه الكلمات إلا ويتقد إحساسا وشعورا، يكاد قلبه يطير ببدنه في السماء، يريد أن يذهب يحلق يطوف يسعى يلبي يسبح يكبر، وإذا به تطوف بقلبه الأحاسيس والمشاعر، فتقول بلسان الحال والمقال: يا له من دين لو أن له رجال. فما تملك ساعتها إلا أن تردد وأن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. دين عظيم، تشريع عظيم، لا نقول يحرك الأبدان فقط، بل يحرك الأحاسيس والمشاعر، يملأ القلب أملا ورجاء على تفريج الكروب وتنفيس الهموم ودرب الأرزاق وإنزال البركات وتيسير الأمور. وإلا في هذه المحن المتتابعة، وفي هذه الأزمات المتعاقبة والنزاعات التي تقتلت فيها أرواح وزهقت فيها أنفس وزالت فيها دماء وعلى الخلق الفرقة والتشتت، تأتي هذه الكلمات لتجمع المسلمين تجاه عمل واحد، تيممهم إلى اهتمام واحد، تجعلهم ينطلقون إلى منطلق واحد، مع التشتت والتفرق، ومع النزاع والخلاف، ومع الاقتتال والحروب، ومع المعاناة والألم. تأتي الكلمات لتبث في القلب الأمل وتبعث فينا الرجاء على أنه سيكون تيسير، وسيكون انفراج، وسيكون تدبير من الله سبحانه وتعالى. وإلا عبد الله، انظر إلى الحديث لما أذن رب العزة بذلك فقال: وأذن في الناس بالحج يأتون من كل فج عميق، من كل حدب وصوب، ومن كل مكان، على اختلاف الألسنة، على اختلاف الألوان والوجوه، على ثناء الأقطار والبلدان، على اختلاف الأحوال والطبقات. الكل يلبي، الكل يهرول، يتركون أموالهم، يتركون بلدانهم، يتركون أولادهم،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يهون البذل، يهون دفع المال، يهون الارتحال، يهون الانتقال، يهون تحمل أي صعاب من أجل الوصول إلى بيت الله الحرام والطواف ببيت الله الحرام وأداء النسك والوقوف بعربة ومزاحمة الركب وتلقي هذه الفضائل وانتظار هذه الرحمات. وإلا في يوم مهيب كيوم عربة ينظر ربنا سبحانه وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، يباهي بأهل الموقف الملائكة: أتوني شعثا غبرا يستغفرونني أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا له من موقف عظيم ما يرى عتق للرقاب كما يرى في يوم عرفة. كانوا يدخرون حوائجهم ومسائلهم ودعواتهم ليوم عرفة. لا يأتي عرفة التالي إلا وقد أجيبت الدعوات وأقيلت العثرات، بل ليس لهم فقط بل ولمن يشفعون. انظروا عباد الله، لهم لحجيج بيت الله الحرام وللواقفين بعرفة ولمن شفعوا لهم عند الله سبحانه تتنزل الرحمات وتكون البركات وإجابة الدعوات في منظر مهيب يعجز اللسان أن يصف كماله وجماله، في موقف عجيب يعكس قدرة الرب سبحانه. هذا أمريكي وهذا استرالي وهذا أفريقي وهذا آسيوي وهذا هندي وهذا عربي وهذا أعجمي وهذا أبيض وهذا أصفر وهذا أسمر، والكل يلبس رداء واحدا، الإزار والرداء، ملبس الإحرام، وإذا بهم يتيممون عملا واحدا يدعون ربهم، يسألونه، يستغيثون به، يدعونه سبحانه وتعالى، يؤدون نفس الحركات، ينتقلون نفس الانتقالات، يتكلمون بنفس العبارات على اختلاف الألسنة والوجوه وعلى اختلاف الأحوال. من الذي جمعهم؟ من الذي ألقى في قلوبهم هذه المحبة؟ من الذي قذف في قلوبهم هذا الاهتمام والبذل والسعي؟ إنه الله سبحانه وتعالى، دين الله سبحانه. فكانت الوعود بالأجور والمثوبة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ميلاد جديد، غفرت السيئات، غفرت الذنوب، أقيلت العثرات، تجاوز رب العزة سبحانه عن البليات، فينظر للعبد فيأتي وكأنه يولد من جديد، فلا يكون إلا ما مضى من الحسنات وما سيكون في مستقبل أيامه وعمره من مستجدات الطاعات والقربات والخيرات. فتقول يا له من دين لو أن له رجال ومأمول الكل ورغبة الكل دخول الجنة، فمن حج وعظم ذلك سيره فيه واقتفاؤه وأثره وصدقه وإخلاصه ليس له جزاء في ذلك إلا الجنة، كما في الصحيح: الجزاء الحج الجنة، وكلنا يؤمن ذلك. يا له من دين لو أن له رجال، لا نقول تحرك الأبدان فقط ولا بذل الأنفس والأموال فقط ولا تحمل الانتقال والارتحال والمشاق فقط، بل تتحرك الأحاسيس. ليس من وفقهم الله فذهبوا، بل والله المتخلفون تتحرك قلوبهم، تتمزق نفوسهم، تتوجه كلماتهم بكل حب للارتحال وبكل إرادة وسعي للموافقة والانتقال. وإلا يقول قائلهم: أحانيننا، أحاسيسنا، أشواقنا إلى الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان. ويقول آخر: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لقيت من عرج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من منن، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا
فما على عرج في ذاك من حرج. تحرك القلوب والرحلة إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام والفيافي، وإلا رب متغلب مخلص صادق أحلى عند الله وأربح من متحرك. فالله سبحانه ينظر إلى قلوب العباد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه 7 نفر وخبرهم عند مسلم في الصحيح أرادوا الخروج للجهاد في سبيل الله، كانوا فقراء، كانوا مساكين، لم يجدوا ما يحملهم عليه، لم يجدوا الدواب التي تكلهم ويركبونها للخروج والجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم، لم يجد من الدواب ما تحملهم، فرجعوا وعيونهم تفيض من الدمع، يحلو قلوبهم حزن عميق، وتعلو نفوسهم حزان شديدة لمفارقة الطاعة، للبعد عن الرغم. فإذا بوصف ربنا سبحانه لهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة لمن انتقل وارتحل ولمن قاتل وباشر لمن معه، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فالمتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر إن أخلصت في نيتك، وإن أخلصت في قصدك وإرادتك وسعيك وطلبك للحج، يجعلك ربك سبحانه معهم. ثم لا تستبطئن ولا تستبعدن ولا تستغربن ولا تتعجبن أن الله سبحانه وتعالى يوفقك وييسر لك، فالأمر على ما عند الله. وإن قلت الأسباب وإن ضعفت المقدرات فالأمر أمر الله، والملك ملك الله، والعبد عبد الله. وإن الله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم يجيب دعاءهم، يقيل عثراتهم، يحقق آمالهم. فليس ببعيد أن يكرمك ربك سبحانه منها هنا أو منها هناك. لا تنقطع الأسباب من عند الرب سبحانه، بل والله بلا أسباب يبلغك رب الأرض والسماوات. فالكرامات من عقيدة أهل السنة والجماعة. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أوقدوا له نارا عظيمة كما ذكر العماد بن كثير كانت ألسنة اللهب فتسقط الطير في السماء، وإذا بهم يجتمعون بحدهم وحديدهم لإحراقه صلى الله عليه وسلم. فكانت الكرامة: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فما احترق إلا القيد. وأنجى الله نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبي الله موسى انطلق فرعون وجنده معه خلفه يريدون قتله والمؤمنين، فوقف نبي الله موسى أمام البحر فقال: أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى نبيه موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانقلب البحر طرقا ممهدة إذا بها 12 طريقا يبسا بعدد أسباط بني إسرائيل، ومروا وأنجاهم رب العزة سبحانه. ولما كابر فرعون ودخل البحر قلبهم أوحى الله إلى نبيه أن اضرب بعصاك البحر، فعادت أمواجا متلاطمة وأغرق الله فرعون وجنده، وأنجى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والمؤمنين معه. الكرامات لا تتوقف ولا تقف عند حد الأنبياء فقط، بل هو معتقد سائر في كل زمان ومكان.
يجعله رب العالمين لكل صادق مخلص، لكل باذل لدينه، لتتحقق المنافع وتكون المصالح ويكون الدفاع عن حياض هذه الشريعة. وإن ننظروا عباد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين في خلافته، وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقائد سرية في أرض المعركة، يوجه عمر قائد السرية بلا اتصالات كما في حادث الأمر الآن، وإنما قال: الجبل يا سارية، يا سارية الجبل. فسمع سارية في أرض المعركة كرامة من الله لعمر بن الخطاب لنصر المسلمين والدفاع عن الدين ومع صدق وإخلاص المخلصين الصادقين البازلين، فسمع سارية الصوت والتزم الجبل وأنجاه الله ومن معه ونصره الله سبحانه على أعدائهم. فالكرامة سارية لعباد الله المؤمنين المخلصين، فأخلص في نيتك واصدق في طلبك واسعى إلى آخر وقت، إلى قبل فجر يوم النحر، والله سبحانه قادر. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. أسأل الله سبحانه أن يبلغنا وإياكم الحج، وأن يجعلنا من حجيج بيت الله الحرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حينما لبى الحديث فكانت تلبيتهم سبيل سعادتهم، سبيل ربحهم وغناهم في الدنيا والآخرة. وإلا الاستجابة إلى رب العزة سبحانه وتعالى فيها الغناء، فيها الكفاية، فيها الوقاية، فيها الربح، فيها السعادة في الدنيا والآخرة. الذين استجابوا لله من بعد والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك فضل الله يبسطه سبحانه على أوليائه السائرين المستجيبين. وإلا كما عند الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث. ما هي الثلاث؟ أن يستجيب الله له في العاجلة، أو أن يدخرها له في الآجلة، أو أن يرفع عنه من البلاء بمثلها. أي أنت رابح مع الدعاء. لما قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولعل وعسى في القرآن متأكدة الحدوث ومتأكدة الوقوع، فالله يخبر أن من استجاب له سيكون إلى الرشد وسيرشده ربه وسيحقق له مأموله. لما سمع الصحابة ذلك من رسول الله أن من يدعو بدعوة ليس فيها اسم أو قطيعة رحم كان له إحدى هذه الثلاث، قالوا: يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء، نجيب هذا الكلام وندعو ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أي الله أكثر جودا، الله أكثر كرما، ومن كرمه سبحانه حيي ستير يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، يدعونا لنا، يأمرنا أن ندعوه لأنفسنا لحاجاتنا، ويغضب علينا إن لم نسأله، ونتوجه إلى الأسباب ونعتقد في الأسباب ونتوجه إلى الأشخاص ونعتقد في الأشخاص وننسى الرب سبحانه وتعالى. وبني آدم إن سألته يغضب، والرب إن لم تسأله يغضب. تقول: يا سبحان الله، وإن ألححت على أحد بني آدم
يتبرم. والله يحب الملحين، يحب العبد اللحوح. والله إنه توفيق، والله إنه سداد، أن يبث الله في قلبك محبة دعائه، محبة رجائه، محبة التوكل عليه، محبة التعلق بجنابه سبحانه وتعالى. ففي ذلك والله النجاة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما ألهم العبد الدعاء فإن الإجابة معه، فتوفيق وسداد. أن تدعو ربك، أن تسأل ربك، أن تخلص لربك في سؤالك ودعائك، أن تتوجه إليه بكل أمرك، وأن تجعل بين يدي دعائك الصدقة والبر والخير والصالح من الأعمال، لتكون ممهدة لأن يستجيب الرب سبحانه وتعالى، وأن يتفرغ قلبك لربه، وأن لا يكون دعاء كمن يدعو ويتحقق أو لا تحقق. لا، تدعو وأنت موقن بالإجابة. وإذا ما سألت فاسأل الفردوس الأعلى، ولا أبدا يصغر ظنك بربه، بل أعظم المسألة. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لا الحج فقط، ولا تيسير الحج فقط، ولا إتمام المهمة فقط، ولا بسط الأرزاق فقط، بل أعلى ما يكون من سؤال سل، وأرجى وأعظم ما يكون من طلب نطلب، وتعلق بربك. فالرب غني مالك الملك مدبر الأمر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما من حاجة وما من أمر وما من دعاء إلا عنده الإجابة. قدير سبحانه، قادر سبحانه، مقتدر سبحانه. فلتتعلق القلوب به، فلترجوه القلوب وتتعلق به النفوس، وترفع إليه الأيدي وتسكب بين يدي دعائه العبرات. وليكن الخشوع والتدبر وملء القلب بالاعتماد عليه سبحانه. فإليك ربي وإلا لا تشد الركائب، وفيك ربي وإلا فالغرام مضيع، ومنك ربي وإلا فالمؤمل خائب، وعنك ربي وإلا فالمحدث كاذب. أشهر الحج فيها الأشهر الحرام التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وبعد ذلك رجب حرمها الله لينطلق الحجيج آمنين في طريق سفرهم لأداء النسك والعبادة لله رب العالمين سبحانه. عظمها الله فعظموها، وإياكم أن تظلموا أنفسكم فيها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا أنفسكم بالشرك، ظلموه بالطاعات واملأوه بالتلبية والقربات. عساكم تدرككم رحمة من رب الأرض والسماوات، فإن لله في أيام دهركم نفحات، الفائز فيها من تعرض له بالطاعات والذكر والصلوات وجنب الهوى والشهوات. وأيم الله إن هذا لمنتهى السعادات. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعنا على إحسان المسير إليك، اللهم خذ بنواصينا إلى ما ينجينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا لنكون صالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل،
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أعنا على إحسان المسير إليك. اللهم خذ بنواصينا إلى ما ينجينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب اغفر لأبوينا كما ربونا صغارا. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اغفر لهم عنهم ورضهم عنا واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فك كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.